هل يمكن السيطرة على أعراض ال ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عن طريق العلاج المعرفي والسلوكي وتعلم المهارات بدون علاج دوائي؟ النهاردة هكلمكم من خلال تجربتي الشخصية الخاصة ومن خلال طبعا خبرتي مع ناس مصابين بال ADHD عبر السنين اتعاملت معاهم، فخليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومئة ألف مرحبا بكم جميعا في قناتي، واللي طبعا أكيد قناة حضراتكم أنتم كمان، قناة أخوكم أنس. يا رب تكونوا بخير جميعا، وحشتوني وسامحوني على التقصير. أنا والله العظيم كل يوم فعلا بفكر إن أنا أتفرغ تماما لحبايبي ومساعدتكم في رحلتكم في موضوع ال ADHD بالذات، وكمان باحاول بصراحة أشارككم حياتي أنا الشخصية علشان تقدروا تشوفوا فعلًا إنه في واقع كده، بالذات الآباء الحمد لله ده إنسان مصاب بال ADHD وعايش ومتجوز وحياته شغالة وكده، علشان برضه نوع من واقع كده الناس تاخد منه مش بس كلام نظري يعني. فأنا والله باحاول، فادعوا لي ربنا يكرمكم. النهارده الموضوع بتاعنا موضوع ينفع نتعامل أو نسيطر على أعراض ال ADHD بدون علاج دوائي يعني، وناخد بس المهارات والحاجات السلوكية والمعرفية وكده، والّا لازم دوا وكده؟ نتكلم في الأول على تجربتي أنا الشخصية اللي أنا يعني عملتها فعلًا وعايشها، وأشوف بقى يعني إيه أكلمكم عن اللي أنا شُفته كمان من الناس اللي اتعاملت معاها اللي عندهم ADHD عبر السنين زي ما بيقولوا يعني. تجربتي الشخصية الخاصة، وأنا باحب دايمًا أكون إنسان واقعي واتكلم من الواقع مش من النظريات. اولا انبه على حاجه، انا اعتقادي انه ال ADHD مش حاجه واحده عند كل الناس، موجوده في اعراض موجوده عند يعني معظم الناس اللي عندها ADHD، لكن في ناس عندها ADHD خفيف مش قوي قوي عندهم، يعني بسبب طفولتهم مثلا كانت مريحه وفيها وعي وفهم وسلوك كويس من البدايه خالص، وفي ناس مروا بصدمات كبيره جدا وعندهم ADHD، ده يختلف طبعا. وفي ناس عندهم ADHD وبرضه عندهم يعني شويه توحد مع الاي دي اتش دي مثلا او باي بولر مثلا. الموضوع مش حاجه واحده. انا بالنسبه لي اللي انا اعرفه عن نفسي ان انا عندي اي دي اتش دي، وبحس ان الاي دي اتش دي يعني بتاعي كان اخف في البدايه، يعني في بدايه الامر في شبابي، وفي احيانا بحس ما كانش اخف ولا حاجه، كان بس كنت مشغول قوي في حياتي يعني كشاب، ما كنتش واخد بالي قوي من الاعراض يعني، وده اذاني كتير على فكره، لانه كنت بتعامل وخلاص ما بفكرش بوعي ولا معرفه، وكل الناس بقى تتعامل معايا وانا ماليش دعوه بقى، الناس دول يزعلوا ينبسطوا، انا عايش كده وخلاص، او انا كده وخلاص يعني. لكن لما كبرت اكتر والوعي زاد اكتر وعرفت بقى يعني فعلا ان انا عندي اي دي اتش دي، كنت منكر، انا كنت منكر الموضوع ده تماما في فتره معينه لحياتي، وكنت كمان مش منكر، كان عندي حاله كده دينيه، الموضوع كله هيتحل بالدين يعني، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ما يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني كنت باخد كده الايات كده من سياقها وبحطها وبطبقها باسلوب خاطئ يعني. وطبعا كمان كنت في فتره انه لا ده حسد، ده عين، ده جن، ده عفريت، وحصل رقية وحاجات كتير كده يعني. كمان في فترة معينة من حياتي دخلت في اكتئاب يعني كلينيكي زي ما بيقولوا، فشل وكسل وإنسان كذا، يعني مريت بالمراحل تقدروا تقولوا كلها والله العظيم مريتها كلها، حتى الغذائية. عملت كيتو، هايبر فوكس في الكيتو، هايبر فوكس في الكارنيفور، هايبر فوكس في عدم الجلوتين والسكر خالص. فانا بتكلم من خبره، من واقع عشته فعلا يعني، لحد ما وصلت يعني نوع من الوعي والمعرفه انه لا، انت ما فيش مشكله في شخصيتك ولا اخلاقك، انت انسان، لكن ربنا خلقك يعني بمثلا طول معين او عينيك زرقاء، يعني حاجه في دماغي، حاجه عصبيه، ده علم اعصاب، دماغك ربنا خلقها كده، فانت لازم تتعايش مع موضوع وتتعامل معاه. ما ينفعش انت تنكر وتقول لنفسك لا ما فيش حاجه غلط فيك، انت مش عارف كويس، هو بس كذا كذا، لا انت فيش غلط فيك، انت مخلوق كده. لما شفت ده وجزاها الله خير يعني، هي عزه زوجتي اللي يعني كانت سبب في الموضوع ده، وبعدين اختي كمان، اختي الكبيره كان برضو ليها جزء يعني في الموضوع ده، ساعدتني فيه جزاها الله خير، وبعدين اطباء وكده يعني. فانا لما وعيت لده وبدات اشوف انه دي مقدمه بس مهمه جدا، بحسها يعني هتساعد ناس كتير، بدأت أعترف إنه مفيش خلل فيا أنا، دي إعاقة وظيفية، إعاقة وظيفية وملهاش علاج، حاجة مزمنة. يعني بمعنى إيه ملهاش علاج نهائي؟ مفيش دواء هاخده وفجأة كده شفيت من ال ADHD، لا فيها تعايش بالظبط زي الإنسان أو الإنسانة اللي عندهم السكر من النوع الأول بالذات. زي بنتي كده ربنا يشفيها، عندها السكر من النوع الأول وهي من عمرها 6 سنوات يعني، ماريا. السكر ده البنكرياس خلاص بقى مش شغال، فما بيفرزش انسولين، فهي محتاجة تاخد انسولين من الخارج، لازم تاخد انسولين، من غير الانسولين
مش هتعيش، يعني ربنا يعني يشفي الجميع، محتاجة الهرمون ده الأنسولين ده من الخارج. يعني كده برضو أنا واحد كأن ال ADHD ده سكر، محتاج أنا يعني علاج من الخارج علشان أقدر أسيطر عليه وأعيش معاه وأتعايش معاه. مش هسيطر عليه، حتى أقدر أتعايش معاه، لأنه ما فيش سيطرة كاملة. حتى اللي عنده السكر ما عندوش سيطرة كاملة عن السكر، السكر بيرتفع بينزل، الحياة، الستريس، الأكل، اللي مش عارف إيه، أمور كتير بتأثر يعني. فنفس الشيء عن ال ADHD. فأنا عن نفسي لما وصلت للفهم ده للموضوع، بس محتاج آخد حاجة كده عشان أشوف نضارة، يعني مش شايف كويس، محتاج أشوف الدنيا صح وكويس وكده. ما في النضارة هي مش غلط ولا عيب ولا حرام، عادي الناس بتلبس نضارة عشان تشوف صح. لكن ال ADHD عشان احنا مش شايفينه، اللي عنده سكر مثلا بيكون بياخد حقنة كده بنشوف ان في حاجة بتحصل. فال ADHD حاجة في دماغك، وبتأثر على نفسيتك ومشاعرك واندفاعك، وعندك تايم بلايندنس، يعني مش شايف الوقت عندك دلوقتي او مش دلوقتي، وكله ابيض واسود. الموضوع بيبقى ده انسان مضطرب وخلاص، ده انسان مش منضبط، انسان ده فاشل، ده مش عارف يسيطر على، ده مش عارف يدفع فوت، بينسى، مش عارف ايه. ده بيخلي الناس بتحكم بشدة قوي على الناس اللي عندها الاعاقات الوظيفيه دي. انا لما وصلت لده بقى وبدات فعلا اقول طيب ايه الحل، ربنا يعني سبحانه وتعالى سخر لي ويسر لي موضوع الدواء، يعني لانه عالم اللي في قلبي، والحمد لله احنا طيبين بتوع الاي دي اتش دي، فربنا يعني بيرحمنا بحاجات كتير بفضل الله. يسر لي كده ان انا جربت دواء من الادويه، دواء منشط محفز اللي انا اتكلمت عنه قبل كده في فيديوهات، اسمه فيفانسا او الفانسا. وطبعا انا مش طبيب ولا بقول لحد خد دواء ما تاخدش دواء، انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه دلوقتي. بعد ما خدت الدواء ده عرفت انه انا ما كانش هينفع امشي علاج سلوكي ومعرفي بدون دواء. واقول لكم ليه. عن نفسي دلوقتي، دي تجربتي انا الشخصيه، وهكلم عن تجارب الناس. اولا يا حبايبي، يعلم الله سبحانه وتعالى، انا عن نفسي موضوع الادويه ده والله العظيم يعني معروف عني ان انا باخدش ادويه، والحمد لله دايما صحتي كانت كويسه وكده وبتاع يعني، لكن ما باخدش حتى لو بيكون عندي صداع. ما كنت مش مقتنع بالادويه، وعندي حاله كده، لا الدواء ده يعني، لا الجسم ربنا خلقه انه يقدر يعالج نفسه بنفسه، ولو راح بس ايه صحته يمشي صح وياكل صح ويتمرن والكلام ده. وانا كده ما زلت كده يعني، لكن كان الموضوع ابيض واسود قوي برضه بسبب الاي دي اتش تي طبعا يعني. ولما مرضت وانا عندي 29 سنه 8 والله يمكن اقل يعني، يمكن حتى في حاجه 25 يمكن 26 مش فاكر يعني، بدأت أعراض يعني اللي هو بري ديابيتس، يعني اللي هو السكر ما قبل السكر النوع الثاني، لأن أنا عندي السكر من النوع الثاني، بدأ يظهر عندي في شبابي بأسلوب، عشان أسلوب حياتي. ما هو أنا عندي الاي دي اتش دي، أنا مقتنع 100% إنه اللي سبب كل التحديات في حياتي هو الاي دي اتش دي. يعني لما انا دخلت في موضوع، دخلت انا في حاجات خطيره جدا، مثلا وانا شاب في السويد، حاجات فيها اجرام وكده وانا شاب. وبعدين دخلت في كره السله، وبقيت حاجه يعني ما شاء الله، كنت وصلت لحاجه برضو جامده جدا. وبعدين دخلت في الدين قوي بشده كده، ودخلت في حاجات فرق يعني كده، انا اعتبرها يعني فرق يعني في الباي باي شويه دلوقتي بسبب الاي دي اتش دي. لانه حياة الناس اللي عندها اي دي اتش دي عبارة عن بحث دائم عن الدوبامين، لانه الاكسكيوتيف فانكشن، الامور التنفيذية في دماغهم مش شغالة خالص تقريبا، او مش شغالة صح على الاقل. فما عندهمش هم موضوع انه يحفزوا نفسهم ويلاقوا طريق وهيكلة ويعملوا الحاجات المملة عشان يوصلوا لحاجة اكبر لا، هو يا دلوقتي يا مش دلوقتي، هو يا احس بالجزاء حالا، يا ما فيش جزاء خالص، مش عامل حاجة خالص. وبيقفلوا، مش بيقفلوا عشان هم كسالى، لا بيقفلوا علشان في شلل بيحصل. زي ما واحد ايديه كده مشلولة وانت تقول له خد امسك، وهو ايديه مشلولة مش عارف يمسك، ايديه عاملة كده مشلولة، انت شايف. فلما تقول له كده، ده يعتبر منك انت يعني، مش اقول كلام وحش يعني، بس يعني غباء يعني من الاخر كده، بس انت مش شايف الشلل اللي في دماغي، فبتعتبرني انسان كسلان وفاشل ويعني غير طبيعي واتهم بقى على طول. فده اللي بيخلي الانسان اللي عنده ADHD دايما بيبحث عن الدوبامين، عشان يقدر يعمل حاجة لازم حاجة تحفزه. وعشان كده احنا بنتأثر جدا جدا باللي حوالينا، بالمود، بالفايب. لما حد يكون مبسوط وفرحان، كل الناس كده طبعا، بس احنا بنتأثر بمعنى ايه؟ بنقفل. يعني انا اقدر مثلا اكون يومي زي الفل ومبسوط، واشوف مثلا مراتي كده نظرة كده مش عجباني او شكلها زعلان، اولا احس يعني ان هي بتكرهني انا. يعني في ناس كتير عندهم ADHD بالذات الاطفال، لما تبص لهم نظره كده يعني وبالنسبه لهم مش حلوه او يعني فيها زعل، يقول لك انت بتكرهني ليه؟ لا انا قلت لك حاجه يا ابني بكرهك، انت بتقول ايه؟ لا في دماغه كده اتهام بقى وجلد ذات، وبعدين بتاثر، يومي كله بيبوظ بقى، بقفل بقى الموضوع خلاص انتهى بقى، وكل يا ابيض يا اسود. الناس طبعا اللي عندها مخ يعني غير مخنا احنا مش كده،
يعني هي في سياق، هي صحت بدري، ما نامتش كويس، تعبانة، ما أكلتش، حصل، فصل. إحنا كل حاجة بناخدها شخصية. فعشان كده برضو احنا بنتهم بان احنا نرجسيين جدا، بنفكر بس في نفسنا، واحنا العكس بالظبط، بنقدر نحط كل جهدنا ووقتنا وحياتنا وفلوسنا لناس تانية عشان نحس ان احنا عايشين. بنبحث عن الدوبامين، بنبحث عن الدوبامين بقى يمكن في الاجرام بقى، عشان حاجه كده فيها اثاره وفيها عارفين بقى ادرينالين، وادرينالين بيجيب دوبامين. ندخل بقى في حاجات اندفاعيه كده ونبوظ علاقات مع ناس عشان بس ايه، اصلا نقدر نعمل حاجه. بندمن حاجات، في ناس بيدمنوا بقى حاجات، بيدمنوا الشوبينج، يدخل بقى يشتروا شوبينج لانه فيها ادرينالين وفيها دوبامين. يدمنوا مثلا امور يعني علاقات يعني غير شرعيه، حتى علاقات شرعيه مع ازواجهم يعني بيدمنوها باسلوب مش صحي للعلاقه الزوجيه، وعلشان يحسوا بالدوبامين بيستخدموها الزوجه يعني او ادوات للدوبامين يعني. وبيدمنوا طبعا المشروبات اللي فيها طاقه. كنت انا بشرب مثلا 12 15 واحده في اليوم، 6 7 قهوة اسبريسو في اليوم بقى عشان اهدى، مش عشان اتنشط. ما هو ده انا دماغي محتاجة منشطات عشان اهدى. فالكلام ده انا يعني انا شكلي خرجت عن الموضوع مش كده؟ ربنا يستر، بس ما تزعلوش مني بالله عليكم يعني. افتكروا ان انا حساس قوي. لا، هو بس عشان بحاول اديكم صوره كامله. يعني انا لما بدات اخد الدواء كده قدرا بصدفه، يعني لقيت نفسي انسان تاني، عرفت اسيطر على الكلام كله قلت ده من شويه، ده عرفت بقى ايه اسيطر عليه شويه. في فرصه، دماغي بطلت تحاربني، لانه دماغي بتحاربني كل يوم، بتخربط لي كل يوم، بتخرب عليا كل يوم. بطلت، سكتت شويه، هديت. لانه كنت دايس انا على البنزين ودايس على الفرامله في نفس الوقت، واسيب الفرامله فجاه واسيب البنزين، يعني كده فوضى 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 وعدم تنظيم ومش شايف الوقت. فلما دماغي هديت كده والموضوع بقى واضح شويه بالنسبه لي، طبعا حصل فرق. زي ما تقولوا كده الدواء ده بيمكن الشخصيه. انا بظهر، انا اللي بيظهر، مش ان انا باخد دواء ويعني بيجي لي كده حاله يا خلاص انا كده خدت دواء هاي بقى. لا طبعا، لا، بيثبتني، بيطلعني كده على ارض، كنت واقف على طينه بغرق، لكن بيطلع ارض صلبه، ارض ثابته، اعرف اركز اشوف. الموضوع ده خد سنين، اتعلم بقى مهارات، اشوف السلوك، اشوف الحاجات المعرفيه، اشوف كده بقى. ده مع ده بالنسبه لي انا. وبطلت الدواء لفتره، طبعا مش علشان انا كنت عايز، الدواء خلص وهاجرنا، احنا سيبنا السويد وجينا المغرب، وما كانش في دواء في المغرب، وما زالش للاسف الشديد ما فيش دواء في المغرب. يعني اضطريت ان انا ابطل الدواء لفتره طويله جدا. وفي كمان امور متعلقه يعني بالاي دي اتش دي، او بسبب الاي دي اتش دي، مثل الاكتئاب، القلق، الارق، عدم النوم، كل حاجه بتربط بعضيها. يعني فالموضوع ماي جاد اعمل ايه دلوقتي، ما فيش دواء، لا طب. فاضطريت ان انا احاول اسيطر، لانه الحياه ماشيه، ما فيش حد هيستناني وانا عندي 40 سنه يعني يقول لي معلش يا حبيبي انت كيوت كده وحبيب قلبي معلش هيصبر على، لا خلاص بقى كبرت وعندي عيال، وعندي عيال عندهم اي دي اتش دي. اضطريت ابعد عن الدواء. وبعدين شفت طريق تاني اجيب دواء، جبت الدواء من دولة أوروبية يعني. وطبعا مش كل الناس عندهم الفرصة دي للأسف الشديد يعني، وانا اتمنى من الله ان انا اقدر اكون سبب انه الدواء ده يجي لبلادنا. عموما هو ده الواقع اللي حصل يعني. اخدت الدواء تاني وتعايشت معه. وبعدين بقى اللي حصل لي انا، الدواء ساعدني، فحسيت ان انا خلاص مش محتاجه، لان انا كنت باخد دواء اكتئاب كمان، وكنت باخد دواء البانس، وباخد دواء نوم، باخد كذا حاجة يعني. تعبت والله، اتمرنت جدا على سلوكيات ومهارات، وتعبت وحاجات تنفسات. وبعدين بقى ايه، بدأت لما الواحد بيبقى وعيه يزيد ومعرفته تزيد، اللي بيزيد كمان انه مخك ده بيطلع بقى الحاجات كلها الخطرة اللي حصلت في حياتك، والصدمات اللي حصلت في حياتك عشان تعالجها. انت كويس، خد بقى اتفضل. كمان علشان يحميك، يقول لك طب شوف انت عندك صدمات، خد بالك لو ارتحت وعشت مبسوط وسعيد، الصدمات دي هتيجي تعضك بعدين وتاكلك، وهتيجي تدمر حياتك. الاحساس انه البدء من الصفر 20 مره، والفشل ده كان حاجه يعني ماشيه معايا كده طول حياتي، وما زالت يعني. شويه بدات الصدمات دي بقى تطلع بقى عن طفولتي وشبابي، واللي حصل واللي فصل، واصل خالتي وابويا وامي وعمتي وقالوا وعملوا، وانا ليه عشت كده وليه عملت كده، ودخلت في ده وبتاع ولازم اعالج ده. وبعدين كمان الاحساس، طبعا انا انسان مسلم الحمد لله ويعني بصلي وكده، لا ده انت مش كويس، ربنا مش راضي عنك لو مش عارف ايه كده بقى. وطبعا متجوز وعيال. ده حياة الانسان اللي عنده اي دي اتش دي. الدواء كان بيساعدني، لكن في نفس الوقت اول ما اخد الدواء وحياتي فيها فوضى، فيها ستريس كتير، فيها صدمات نفسية كتير، الدواء ده بيخرب حياتي. سبحان الله، نفس الدواء
اللي كان فعلا بيساعدني. ده قانون كده بالنسبة لي أنا، الدواء ده ما يتخدش في الحالة الشاذة اللي فيها صدمات وستريس ومصايب يعني حرائق في كل مكان لازم تطفي، يعني واخدين بالكم؟ لا، لازم يكون في حياة شبه طبيعية موجودة، في مثلا دراسة معينة، في عمل، في امور كده هاديه في البيت. لكن الاي دي اتش تي متعبك، فانت بتاخد الدواء علشان تقدر يعني فاهم تسيطر على الاعراض وكده. فبطلت الدواء تاني، وبقيت مع نفسي كده ومع الله سبحانه وتعالى ومع زوجتي. طبعا بدات تاني اتعالج من الصدمات دي، مش اقول عالجت يعني، لكن تعايشت. لانه احنا كلنا عندنا صدمات ومشاكل نفسيه، وعندنا امور صعبه جدا، احنا كلنا يعني بننزف، لكن لازم نعيش بالنزيف ده ونتعامل معاه وناخده كده ونشوف له نظرة كده نقدر نتعايش معاها. فلما بدأت أعمل كده واحس انه لا، دلوقتي في نوع من يعني خلاص ما فيش حاجة هتشدني لورا تاني، خدت الدواء تاني، وجت حاجة تانية شدتني لورا تاني وخدت الدواء تاني. كده بقى هو ده التعامل، لحد ما كده واحدة واحدة بقوة إن شاء الله الموضوع بقى فيه عليه سيطرة وتعامل وتعايش. أنا بقى لي دلوقتي وهعمل فيديو على الموضوع ده، قعدت سنة بدون دواء وسنة مع دواء، ودلوقتي بعد سنة بدون دواء أخدت الدواء النهاردة لأول يوم، النهاردة الصبح. دي قصة حصلت يعني، بحكيها لكم في فيديو تاني ولا حاجة، وأنا بسجل دلوقتي واخد الدواء. يعني الحمد لله. رأيي الشخصي إنه لا، الدواء لابد منه لمعظم الناس يا حبايبي اللي أنا اتعاملت معهم. أنا طبعا قعدت مع أطباء كتير في السويد يعني صراحة، وقعدت مع بعض الأطباء هنا في المغرب وبعض الأطباء في إسبانيا، وقابلت ناس عندهم ADHD كتير جدا. وأنا أصلا علشان أنا كنت نشيط قوي في المجتمع السويدي، ونشيط قوي في المجال الاجتماعي والمجال الدعوي والمجال الإسلامي والمجال الشبابي، أمور كده هوت يعني ليها العلاقة بحاجات اجتماعية. فقابلت ناس كتير جدا اللي هم في أوروبا، يعني الشباب المسلم بالذات اللي في موضوع الاجرام وكده، كلهم عندهم ADHD. ده مما لا شك فيه، اللي شفته انا يعني. اللي انا شفته انه الناس دي الجهد الجبار اللي لازم يحصل علشان واحد بس عنده ADHD يعرف يعالج نفسه بالامور السلوكيه والمعرفيه والمهارات، محتاج كده personal assistant، يعني واحد او مجموع فريق عمل. هضرب لكم مثل. يقال انه ستيف جوبز اللي هو مؤسس شركة ابل، اللي تقريبا انت ماسك التليفون بتاع ستيف جوبز دلوقتي في ايدك، يعني كان عنده ADHD. وكتير جدا يعني ناس عندهم ADHD من المعروفين. في ناس تقول لك طب ما هو كان عنده ADHD وناجح جدا ومش عارف ايه بتاع. ايوه بس يعني لازم نشوف الموضوع في السياق. ده واحد كان عنده فريق عمل وعايش في سيليكون فالي في الفترة اللي فيها التكنولوجيا كانت خلاص كل الناس بتشتغل فيها، وكان عنده دعم منزلي، وكان واحد أصلا في أسرة متبناه تقريبا كانوا بيدعموه برضه. الامتيازات اللي عنده مش موجودة عند 99% من الناس طبعا. فما نقدرش نقارن نفسنا كده. فمعظم الناس ما عندهمش فريق عمل لما يقعوا ويفشلوا ويدمروا نفسهم، ان حد يوقفهم ويفكرهم ويقول لهم موعدك وتعالى وشوف وسواق. ما فيش الكلام ده مش موجود. اللي موجود الواقع ان انت لوحدك. معظم الناس لوحدها، بالذات في المناطق الفقيره، بالذات الناس اللي ما عندهاش ريسورسز، يعني ما عندهاش ادوات، ما عندهاش حد يساعدها، ما فيش حد اصلا بيعترف بالموضوع ده في المجتمع بتاعهم. فصعب جدا. موضوع الدواء ده بيساعد جدا بقى ان هم يعرفوا يسيطروا، علشان يعرفوا يساعدوا نفسهم على الاقل، حتى من خلال اليوتيوب يسمعوا فيديوهات مثلا يتعلموا فيها مهارات ومش عارف ايه. ومع الدواء انا يعني شوف في السويد كنت بقول ما ينفعش، برغم ان في السويد في تقدر تطلب من الدولة ان هي تجيب لك بالذات الشباب والاطفال، يعني في الفصل معاك انسان وانسانة، بعد طبعا ما ياخد التشخيص وكده يكون معاك 24 ساعة في البيت حتى، لانه شايفين الموضوع اعاقة وظيفية. والاعاقات الوظيفية في السويد والبلاد يعني الاوروبية وكده كتير منها بياخدوا دعم مادي، بياخدوا دعم معنوي، بياخدوا دعم شخصي وكده في حياتهم. ورغم كده برضو الموضوع مش متسيطر عليه خالص بدون الدواء. يعني في مثل بنت انا اعرفها مثلا، شابة عندها فريق عمل يعني ومواعيد وكوتشز اللي هم بيسموهم ايه بالعربي، كوتشز اللي بيساعدوا الناس وكده يعني. وعندها امها واعيه جدا، امها يعني تقريبا شبه سايكولوجيست. رغم كده مطلعه عين الدنيا. ربنا يكرمها يا رب يعني. طيبة جدا وكذا، لكن تعبوا معاها جدا. عندها ADHD يعني حاد، علشان تعرف تمشي حياتها. وهي ذكية، واحنا الحمد لله أذكياء ومبدعين، لكن ما فيش هيكلة ولا سيطرة على الموضوع يعني. فالدواء بيساعد
بيهدي. إجابة بقى عن السؤال الأصلي، في رأيي الشخصي، وأنا مش طبيب ولا بقول لكم الصح والغلط في موضوع الأدوية، أنا بتكلم على اللي أنا شفته وعشته، لابد من نوع من دواء. الأدوية تختلف طبعا، في أدوية يعني منشطة محفزة، في أدوية تانية، في أدوية كتير مختلفة، مش هنتكلم في الأدوية دلوقتي يعني. لكن الدواء بيخلي الانسان زي ما قلت كده بيقف على ارض صلبه، يعرف يبدا يتعلم الكلام ده. ده مش معناه، معلش يعني لازم اضيف الحته دي، لانه انا عشت برضو بدون دواء لفتره طويله جدا في حياتي، لكن عشت باسلوب غلط عشان اتعلم من الغلط ده. وكمان الناس اللي ما عندهاش مجال تجيب دواء زي في مصر وفي المغرب، في مصر ما اعرفش مش متاكد، بس اظن ان ما فيش في مصر، اعرف ان الدواء فيه في السعوديه موجود متهيألي والله اعلم. الناس اللي ما عندهاش مجال تجيب الدواء ده لحد ما ربنا يعني يهدي يعني مجتمعاتنا وييسر لنا يعني الدواء يجي في بلادنا، يعني ده مش معناه ان انت خلاص بقى يعني ضلم الدنيا بقى، اقفل الشبابيك بقى واقفل الباب بالمفتاح ونام وعيط. لا والله مش كده. انا عشت بدون الدواء رغم عن انفي، رغم ان انا كان عندي مجال اجيبه بس ما عرفتش اجيبه في الفتره دي، سبحان الله ربنا قفل كل الابواب، يعني اضطريت يعني اتعايش مع الموضوع بدون دواء. ده بقى في فيديوهات تانية عملت ايه بقى بدون الدواء في السنه دي، لان انا فعلا هعمل فيديو لكن بياخد وقت في التحضير شويه، نقدر نسميه سنه بدون الدواء وسنه مع الدواء يعني وكده. وانا بفكر ان نعمل مجتمع مع بعض كده اونلاين على الاقل، نقدر يعني ايه نساعد بعض فيه. انا ما اعرفش بقى يعني لو هيكون على الواتساب والفيسبوك ولا الاثنين والتليجرام والكلام ده كله، لسه ما خططتش ليه قوي يعني، محتاج حبه كبيره من الدواء عشان اخطط له. نساعد بعض. لكن انت والله يا اخي يا حبيبي يا اختي يا كريمه، انتوا لازم تعرفوا انه حتى بدون دواء ينفع الواحد يتعايش معاه، لكن انظر للموضوع من الخارج. انا بعمل كده. هختم بالحكايه دي، ونفسي اتكلم كتير والله لان انا بحبكم جدا يعني، وخايف عليكم وحاسس بيكم قوي قوي، بالذات الاباء، ربنا يعينكم يا رب. انا من كام يوم كده حصل حاجه تعبت منها جدا، حاجه من ولادي، مش حاجه وحشه يعني، لكن حاجه يعني زي ما تقولوا كده، انا في ايام الاي دي اتش دي بدون تشخيص وبدون علاج وبدون فهم وبدون وعي، عملت حاجه كده من 15 سنه ظهرت دلوقتي عند واحد من ولادي، انا كنت السبب فيها يعني، وزعلت قوي، زعلت قوي قوي، اتأثرت جدا يعني، وقفلت بقى. قفلت مش معنى غضب، قفلت شت داون، مش عارف بقى خلاص، مش قادر يعني، الموضوع بقى تقيل جدا عليا، وقفلت على نفسي الباب واختفيت كام يوم كده وبتاع. قبل كده كنت بقى بعيش الدور ده لنهايته، لحد ما حد يطلعني من الأوضة، لحد ما حد يجي هنا يقول لي معلش وكذا، ويحفزني ان انا ايه، لا ابدأ من الاول وجديد ومع كذا. انا بدون الدواء اتعلمت حاجة، انه خليك واحد بتنظر لنفسك من خارج نفسك، ترجع نفسك للواقع، بص حواليك، فتح عينيك، قول بصوت عالي انت فين، ايه اللي انت شايفه. لانه لما بتعمل كده بتقول لدماغك ان ما تخافيش، ما فيش حاجة يعني حصلت، كله خير وكله تمام، اهدي لمبه، اهدي مروحه، اهو ده انا هنا في المغرب، اهو ده ولادي كويس، اهدي كذا، قول بصوت عالي. فانا قعدت مع نفسي امبارح بالليل كده، قلت مع نفسي الكلام ده بصوت عالي كده، وعزه عماله تكتب لي على الواتساب بتقول لي تعالى معلش ومش عارف ايه وبتاع. طبعا الكلام ده خد فتره تمرين، اتمرن. ده اسمه بالسويدي بريتا ماستر، اسمه ايه بالعربي؟ لحظه كده اشوف. انه الواحد يكسر النمط، انه في نمط معين الواحد عايش عليه ومتعود عليه كواحد عنده اي دي اتش دي بالذات، اكسره. يعني ازاي تكسره؟ انا عارف ان انا من عادتي ان انا ما اخرجش من الاوضه لحد ما حد يخرجني، لا انا هكسر ده بقى. كويس جدا لدماغ الاي دي اتش دي، لان يبقى تحدي، والتحدي بيجيب دوبامين. انا اتحدى نفسي ان انا اقدر اكسر الموضوع دوت دلوقتي واخرج حتى لو انا مش عايز. مين هيكسب؟ ده اسمه ان انت observant، بتشوف نفسك من الخارج. طلعت بره على طول من غير ما افكر. ده مكسب لدماغي. دماغي بقى دلوقتي اتعلمت انه ايه ده بدأ يتغير، ده بدأ يعمل حاجات ما كانش بيعملها قبل كده. فلازم احنا نعمل ايه؟ ادابت. لازم احنا بقى نحاول نتعلم ازاي نتعايش مع انس الجديد ده. كده بقى كتير كتير بعمل نمط اكسره، نمط اكسره كذا بدون الدواء، لحد ما ايه، ما احتجتش الدواء. فارجو ان انا اكون رديت يعني من خلال تجربتي الشخصيه ومن خلال اللي انا شفته وعارفه يعني، وان شاء الله يا رب يعني يكون الفيديو ده ساعدكم، يا رب تنشروه بين احبابكم لو هيفيد فعلا، واعملوا بقى اللايك والسبسكرايب والكومنتس علشان الفيديو ينتشر. انا نفسي اتفرغ والله ليكم تماما للقناه وان اساعدكم، لان انا عارف ان انا عندي حاجات كتير اقدر اعملها، بالذات ان انا عشت في العالمين، عالم الغربي وعالم المسلم العربي، فاقدر فعلا متهيألي والله اعلم يعني ان اقدر اساعد ناس كتير جدا، ونفسي طبعا يعني. انشروا الفيديو، الله يكرمكم يا رب، وشيروه. بحبكم جدا جدا في الله، وشكرا شكرا على يعني حسن الاستماع. نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله. اخوكم انس معكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.